السلام عليكم كابتن باقر. حبيبي أستاذ. عرفنا عن مسيرتك الدولية والاحترافية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. مسيرتي الدولية آخر 4 مواسم. 3 مواسم في سلطنة عمان، موسم واحد في البحرين. كان موسم 2020 بدايتي سلطنة عمان مع نادي جعلان. كانت المرحلة الأولى أنا حاصل على الهداف الدوري. بعد نادي جعلان لعبت مع نادي القريات، قدمت أداء طيب. بعدها رحت نادي المالكية البحريني، أيضا قدمت مستوى طيب. بعدها رجعت للدوري العماني، لعبت مع نادي صحم دوري الدرجة الأولى، تأهلت معهم على دوري المحترفين دوري عمان. رأيك في أداء المدرب كاساس مع المنتخب الوطني؟ بصراحة من أفضل المدربين الأجانب اللي قادوا المنتخب الوطني. أتمنى له التوفيق في مشوارهم القادم مع اللاعبين اللي موجودين، كلهم لاعبين شبان ولاعبين الدوريات الكبرى. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والتأهل لحلم المونديال إن شاء الله. لماذا التقيت بمدرب المنتخب كاساس وماذا دار بينكم؟ بصراحة كان لقاء ودي، تعرف عني، أخذ معلومات عني، معلومات سابقة وقادمة. لقاء ودي صراحة. سمعنا أنك ستحترف في ماليزيا أم ستبقى في عمان؟ هناك عرض من ماليزيا صدد الدراسة، تقريبا محسوب 75%. إن شاء الله بإذن الله أسعى لتقديم مستوى طيب يليق بسمات الكرة العراقية من أجل ارتداء فانية المنتخب الوطني إن شاء الله. كل التوفيق. جميل.